اهلا يا حاج، نورت الدنيا كلها. اتفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. امال اسمها دلال فين؟ ما جاتش ليه؟ ما جاتش يا حاج النهارده للاسف يعني. وهتكون عيانه ولا حاجه؟ لا يا حاج، احنا اتصلنا بيها بس هي الحقيقه ما ردتش. الحاجات بتاعت الحاج احمد راحت له ولا لا؟ ايوه يا حاج راحت له وصرفنا الشيك حتى. وبالمناسبه يا حاج انا عندي نقديه كتير قوي ومش عارف اعمل فيها ايه. ما يهمكش، يوسف جاي النهارده وبديها له يوديها البنك، وبكره الصبح قبل ما اجي يكون محطوط لي على المكتب المستند بتاع انه حط الفلوس في البنك. حاضر يا حاج. هو يما ارد؟ لا، سيبيه ياكل في نفسه كده. طب يما بقى ما انا خايفه اخسر الشغلانه اللي انا فيها. يا بنت خليكي صنايعيه وتقالي، ما دام دخلت دماغه هيجيلك على ملا وشه. تفتكري يما؟ الا افتكر بكره تقولي امي قالت لي ما دام يا بنت ما عرفش يطولك يبقى هيفكر في السكه التانيه. يا ريت يما، يا ريت يا ريت يفكر في السكه التانيه دي، ده ساعتها هلففه حوالين نفسه. اعوذ بالله. خير يا حاج؟ شيل القلم ده، انت بيجي من وشك خير، شيل. حاضر يا حاج، اشيلها واعمل لك غيرها. ما تعملش حاجه، يا تكون مصايب وعمال وموظفين زي الزفت. لا اله الا الله. يا ترى ما جيتيش ليه يا دلال؟ مزاجي اتعكر يا بنت لما دخلت وما لقيتكيش. اتفضل يا استاذ ايهاب، اتفضل اقعد. في حاجه يا استاذ جمال؟ في حاجه مما لا شك فيه، فان اصابع الاتهام تشير الى تورط وزاره رجال الاعمال وقيادات سياسيه في عمليه تسهيل الاستيلاء على اموال البنوك والهروب بها الى خارج البلاد. يا نهار اسود، ايه اللي انت كاتبه ده؟ ماله اللي انا كاتبه فيه؟ انا مش عارف انت عايز تعمل فينا ايه. الكلام اللي انت كاتبه ده غير مقبول على الاطلاق. طب يا استاذ جمال بس كمل المقال وبعدين نتكلم. اكمل؟ وده كلام يتكمل؟ بلاش حبوب الشجاعه اللي انت واخدها دي. الجورنال عايزينه شغال ولا انت عايز تقفله؟ عموما يا استاذ جمال انا ما بكتبش حاجه من مخي، انا بكتب اللي بيقولوه الناس. الناس تقول زي ما هي عايزه، لكن احنا نكتب اللي ما يضرناش. عايز تقول ايه يا استاذ جمال؟ عايز اقول لك ان في زمايل ليك بتقدم تقارير لامن الدوله عن كل شيء بيحصل هنا، وانا جالي اكتر من تحذير بسببك. يعني سيادتك المطلوب ننافق عشان نرضي الساده الكبار ورجاله امن الدوله. ايهاب، انت صحفي موهوب، بس لازم تعرف ان كل شيء ليه حدود. امال فين حريه الصحافه يا فندم اللي الساده المسؤولين كل شويه يقعدوا يتكلموا عنها؟ طبعا موجوده، بس في حدود اللي مسموح بيه وبس. يعني ايه يا استاذ جمال؟ يعني هتشطب اي كلمه فيها تصريح او تلميح عن القياده السياسيه. فاهم؟ وكده بقى المقال ممكن يمشي، ولا تحب ننقلك قسم الوفيات؟ ده القسم الوحيد اللي انت ما رحتوش. مش عارف ايه الجهل اللي احنا عايشين فيه ده، مش مصدق نفسي. ولا يهمك يا بابا، هي دي يعني اول مره يرفض لك فيها مقال؟ وبعدين يعني موضوعاتك كلها جريئه وناوي تخش عش الدبابير، وقلت لك الموضوع ده كذا مره قبل كده وانت برضو مصمم ومفيش فايده. طب بقول لك انا مخنوق، مش قادر اقعد في مكان عام ومش عايز اشوف حد. ما تيجي نقعد في مكان كده، ما تيجي نروح شقه يوسف اخويا. تاني هيقول لي شقه يوسف؟ اصل بصراحه انا عايز افضفض معاكي وعايز اتكلم براحتي، مش عايز اشوف حد. افرضي عايز اقول لك كلمه كده ولا كده، عايز امسك ايديكي من غير ما حد يبص علينا بفضول وقله ذوق. خلاص انا مش عايزك تزعل نفسك،
لما نبقى نتجوز يا حبيبي. يا دي نتجوز دي، معقولة يا ريم الأفكار اللي بتفكري فيها دي؟ حبيبتي الجواز ده موضوع تاني. أنا لحقت أعمل حاجة في مستقبلي. اصبري يا حبيبتي اصبري. طب انا عايزه اسالك سؤال، هو مش الحاج جايب ليوسف شقه؟ ليه ما جابلكش انت كمان شقه زيه؟ الحقيقة ده سؤال وجيه. هو احنا اخوات صحيح، اخوات شقق بجد، بس فينا خيار وفقوس. البركة في الحاج. قولي لي ها، يلا نروح. برضه هيقول لي نروح؟ هي ايه؟ انا قلت لك قبل كده مش هينفع اعمل كده، انا اخلاقي ما تسمحليش. يا دي الاخلاق، ايه اللي في ايه دلوقتي اللي دخل الاخلاق؟ مفيش يا حبيبتي تعارض بين الاخلاق والمشاعر. انا ما بحبش اغضب ربنا. تمام. ريم انا عايز اسالك، هو انت مؤمنه بالحب ولا لا؟ طبعا مؤمنه بيه. ولا انا بحبك ازاي؟ وانا كمان بحبك. عشان كده بقول لك، انت عارفين انا صادق في مشاعري، ما بحبش اكذب. انا عارفه انك ما بتكدبش، بس انا عندي مبدأ. يا ستي تمام. عموما انا مش هضغط عليكي، هسيبك، بس اطلب منك طلب لو سمحتي، من فضلك حاولي تراجعي افكارك الرجعيه دي. افكار الرجعيه دي بقى انا مقتنعه بيها.